هادشي اللي وقع بين الشعب المغربي والشعب الجزائري يحز في النفس. جوج شعوب جيران وكأنهم شعب واحد، كيهضروا هضره واحده، كيتنفسوا نفس الهواء، نفس الارض، نفس اللهجه، نفس الدين، نفس المبادئ، نفس الاخلاق. ولكن مع الاسف الشديد الانظمه ديالنا قدروا يفرقونا وقدروا يخلونا لهايات بين بعضنا. علاش؟ باش يبقاو مستغلين الوضع وباش ما يعطيوش الحقوق ديالك كجزائري ولا كمغربي. وهذا الشيء هذا كامل في الصالح ديال المستعمر الفرنسي. ما نساوش بان الجزائر تصنف من اغنى الدول في العالم، وكذلك المغرب 75% ديال الفوسفات ديال العالم كيتنتج او كيتصدر من المغرب. مع الاسف الشديد الشعوب ما كتستافدش كاع من هذه الموارد. هذه الانظمه اللي كتحكمنا دابا كتستافد بزاف من العداوه ديال الشعب. اللي وقع البارح خساره ديال الجزائر وبعض الاخطاء التحكيميه شكلت فوضى كبيره بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. حشومه وعيب وعار ان كرة القدم هي غير لعبة توصلنا لهذا النيفو ديال المعاطي وتوصلنا لهذا النيفو ديال العداوة. حشومه عيب وعار انني ناخذ او نتوجه من واحد الانسان، واحد صانع محتوى اللي كيبين لي اختو كتشطح وكيبين لي يمو كيبين لي مرتو باش يطلعوا ليه ليفي، هو اللي يعطينا مقاييش. ما كيعرفش يتوضا ويوجهني ويقول لي العدو ديالك هو المغرب. احنا ماشي خاوه. وكذلك هو مثال بالنسبه للمغرب، بالنسبه لبعض صناع المحتوى المغربي حتى هما يبداو يوجهوا في المغاربه حق الجزائريين ماشي مزيانين، حق كذا. علاش ما تقولش هادشي على فرنسا؟ علاش ما تقولش هادشي على فرنسا؟ لا انت مغربي ولا انت كجزائري اللي جات شرطتنا وتكرفصت على بناتنا وتكرفصت على والدينا وبهدلت جدودنا ودات اموال 99% من سبب الفقر ديالنا والهجره الغير طوعيه ديالنا. 90% ديال الدخل الموارد ديال الاراضي ديال الشعوب ديال بين المغرب والجزائر كلها تديها فرنسا، وكيخليو داك 10% كيقسموها الشفاره والسياسيين مع بعضياتهم، والشعب يموت ولا يعاود المخو طيح في البحر. دير اللي بغيتي ديرو ما سوقهمش. راه حشومه وعيب وعار انك تكون مسلم وتعادي خوك المسلم بلا حتى شي حاجه.